احنا دايما بنسمع القلب موجود في الناحية الشمال، بس عمرك سألت نفسك هو ليه مش في النص او حتى في اليمين؟ هل جسمنا بيشتغل بعشوائية ولا في سبب علمي ورا التصميم ده اللي احنا هنعرفه في ابيسود 17 من سلسلة العلم بيقول ايه كل تلات الساعة 3. الحقيقة ان القلب مش بالظبط على الشمال، موجود تقريبا في النص لكنه مايل ناحية اليسار شوية. ده مش عشوائي خالص، نتيجة لحركة معقدة بتحصل أثناء نمو الجنين اسمها الكارديك لوبينج. القلب في البداية بيكون عبارة عن أنبوب مستقيم بيحصل له تغيرات بتخليه يلف وبيروح شوية ناحية اليسار. طيب هو ليه بيلف كده؟ بيلف عشان تركيب القلب ووظايفه. البطين الايسر اللي بيضخ الدم لباقي اجزاء الجسم محتاج يكون قوي وكبير، عشان كده القلب بيتموضع بحيث يكون البطين الايسر في الناحيه الشمال، يخلي ضخ الدم عبر الشريان الاورطي اسهل وكمان اكفأ. وكمان حاجه، الشريان الاورطي اصلا بيبدا من الناحيه الشمال، ده بيسهل عليه ان هو يوزع الدم للمخ وللاعضاء الحيويه. طبعا مش بس كده، ده الرئة اليسرى أصغر شوية من الرئة اليمنى، كأن الجسم بيدي القلب مساحة يتحرك فيها، كأنه تنسيق معماري داخلي دقيق. لكن بقى مش كل الناس قلبهم على الشمال، في حالات نادرة اسمها ستيتس انفيربس يتولد فيها الشخص وكل أعضائه الداخلية بتكون موجودة بالعكس. القلب بيكون في اليمين والكبد بيكون على الشمال. الحكاية دي بتحصل في حوالي 1 من كل 10,000 شخص، فالحكاية مش صدفة، ده الجسم بيشتغل بمنتهى الدقة والتناسق. ده بيخلي كل عضو في مكانه الصح عشان يقوم بوظيفته بكفاءة. واللي يبان بسيط في دايما وراه معجزة ربانية، خطوة جديدة، درس جديد، واحنا دايما مع بعض في رحلة المعرفة.